الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، هذا الدرس نتكلم حول طفولة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم وهو طفل هناك أمور حصل في شبابه أو عمره 10 12 15 20 في هذه السنوات ما قام به أو ما كان يعمله حتى يكون عبرة ودرسا لنا. سنتكلم عن ذلك إن شاء الله. قالوا جماعة درس خيائر أم بحثا أم بيجن زاروكتي بلكي بكردي ده راست زاروك يعني سال 10 12 15 17 18 20 اوان سال اواكن وقت پیغمبر دوان عمره ابو تشتي كتكر. طبعا انوانا چما بيجن لو را پیغمبر صلى الله عليه وسلم او کسی که خدای رب عالمی پرورده کر، خدا کی پرورده بکه تربیه بکه حياتوي جمارة دبابك رهبرك يارا تجي بزان بالدوي بمشي يعني حياتوي درسش بونه ما أبي پیغمبره هانه دماغ ام تماشي حياتا پیغمبر ابچوك جيتكن اف حياتوي يارا ام بكاربن بدن زاروك يخوشي بكن درسك يتيخن عقله وان بيجن والله حياتا في پیغمبر خودش مرا قوتي تلدوي حياتا هانه هاري تدي ام بيجن المدرسه دا درسات د مرواد بيجو اوها اكزامبل مثال و ايفن اوانا رهبري وانا رهبري بچوكتي زاروكي ماشي كرني پیغمبرن يعني تشتي كو كريه بركاس كي نبيج مرا پیغمبر وقت كو بچوك بو هيجا نبو پیغمبر تشتي وي سرباس مون ياج نورمال بو نا او كسي كو خدي بك پیغمبر بچوكي دا خدي له خدي درته نايل خرابيا بك بيجا او كابيا ماشن يعني جناب ام بيج نيجا پیغمبر دزاروکتی خدا حاشا به اخلاقیه و تشت خراب و تشت نباش بکه حتی بو پیغمبر وجه از چوم زیکدنه هاتم نه پیغمبر نوسانن پیغمبر بچوکی خدا بله لمشتنه بچوکی ام بجن روجیتنه حشتنه بچوکن یا ایجا پیغ شریعت ناتنه اما تشت کج اخلاق و ادب و شرف را ایمان مازن را شاش بن او تنن ام بلکی کی تشت بچوکی دنه نظام بن لوکی دی خدا وانت پارزه لو ما حیات پیغمبر تبج مرة درس يعني. بعدما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمه، إلى كفالة عمه أبا طالب بعد وفاة الأم والجد كذلك عمر 8 ذهب إلى عمه. ما هو مذكور في كتب التاريخ أو كتب السيرة النبوية بأن عمه أبا طالب كان فقيرا، أي لم يكن لديه المال الكثير وعنده أولاد كثيرين، فالرسول عمره أصبح 10 و11 هكذا أصبح يفكر كيف يمكنني أن أقوم بعمل ما في هذا المنزل، أن أقدم شيئا. وقبل أن يبدأ بالعمل كان طفلا مؤدبا كما نقول مؤدب وثقيل، لا يعمل تصرفات الأولاد، لا يبكي على الطعام، لا يمد يده إلا إلى أمامه، يجلس بالهدوء، لا يبكي على الطعام، لا يعيط أين الخبز أين الماء، إلى هذا ما يقدمه يأكل وإذا انتهى يبقى هكذا. وهذا جعل هذا التصرف من الرسول سببا بأن يحبه أكثر فأكثر. قد رأوا بأنه طفل غير طبيعي فازدادوا حبا له، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما كبر شوية قليلا أصبح يرعى الغنم كما نقول، فكان يرعى الغنم لأهل مكة حسب صغره حتى يقدم شيئا إلى خزينة عمه، يأتي بقروشات فيقول هذا عملي ما يمكنني أن أقوم به. هذا ما نقرأه في كتب السنة، كتب التاريخ أو كتب السيرة النبوية، بأن الرسول كان يعمل وهو صغير حتى يعين عمه في مصاريف المنزل. هذا كذلك ما يختص به الرسول صلى الله عليه وسلم. كتاب ما كحياة پیغمبر بجند بعمره پیغمبر پشتی کجوجا مامي خو ابو طالب وزاني كي اب پیغمبر مازنه و باب علي رضي الله عنه. پیغمبر چو مالاوی عمری 8 سالیه دبی زاروک کی نه نورمال بو، یعنی نه نورمال معنی زانی چیه؟ زاروک نورمال چی نه اوی گشبانه خوارنه دگرین که قیر از برسیبم نام دمن الله نا من خو از خیدیم تشتی وهات کن، یعنی زاروک کی نه نورمال بو پیغمبر، یعنی وها ندکر زاروک تا وهات کن پیغمبر وها ندکر گرام بو گشبانه خوارنه ندگریا چه با تا سر سفرایی داشته خودرشت کرد که او اویا پارته پارا منه ولا البيشاتا گوشت زده البيشاتا برتقاله الدرا موزه نه چه بدانای که هبونات خوارت نبونات خوار اویا زاروک کی وها و صبی کی و عمری 8 سالیه، يعني
جویاج ام چه فهمت کن اویان نه تربیت دیو باوی بتنه تربیت خدای مازنه یعنی خداش پیغمبر خوش بچوکی دا به شکلی پرورده کربو یعنی پیغمبر وی تشتی یعنی طبیعیت کر هوا طبیعی خوبه یعنی نروجید به ناتورلی اما وها دهات نه کجرا چه مدرسه گوت نه وها بکیته وها نه تشکی وسانت نبو اویات فطرت اویدا وی اخلاقی یعنی وی طبیعت یعنی بوان تشتی یعنی جی مال آپی پرجی حست کر جن آپی دی حضرت علی دنیرتی حالا زاروکه که نه نورماله گرانه بعاقله افندیه ناگری وردا ناگه daha zeyde jê hest kirin digo tiştekî jê derkeve yani zanû be însanekî mazin pêxember tiştekî dî dikir hêja emrî 10-11 salî tişte ew biçûk şivaniyê dikir şivan û şivan zanin çi ne şivaniyê bo milletê Mekkeyê dikir çima apî feqîr bû perê wan kêm bû ji biçûkî de xweda xîretekî da bû pêxember xîreta wî hebû digo ez jî xebatekî bikim ji mitê em bi Kurdiya xwe dibêjin berxikvan berxik zanî çi êçe ber berxika yani بکردی اما دن کی زنگینی کلمه هست. دبین برخکوان، دبین شوان، دبین گاوان. گاوان چه بر حیوان مازن. شوان اوی میه مازن برخک اوی بچوچک. او گولکوان جه چه بر گولک. وانا تفش هفت قطینن. شوان حبکی اما وانا تفش شیتی بینه. ای برخکای، شوان بزنای، شوان گایای، گولکوان و گاوان و شوان و برخوان. وار حاصل لبچوکیه خدا چو شوانیت کرد پیغمبر. جوان سه قرش پرکیه و بدت آبی خوشقا پنان و آبی بخون یعنی فقیر بود جویاج ام چه فهمت کن او کسی که رب عالمی وان تربیه بکه بغیرت مازنده بین بنه نگو از سیوی ما نگو بابی امتنه دیا امتنه مازه بگریم و نبدن من یعنی نه خدای بی تشتی قلبی در خسته بو غیرت قوی هبو دگو جا اجی کارو خبات اکی بکم جا چش دستم بته از بکم جوی مالباتا هانی را الله اعلم مرد تشتی فهمت که گره زاروک انسان اج بچوکی دا هینه کارو خباته کی ببین هینه صنعته کی ببین برا اوج بزن خوارنا کته ماله جلک ته انسان ده مصرفه کد ماله داده به و هنه کی مجی خباته کی کریه هنه کی پارا مجته ده اما ایرو مع الاسف زاروک مدون 18 سال 20 سال هج امان شینی کارا جی برا بخاینن ولا برا اینکه زحمت بدینن برا اینکه اذیت زان بر برخکا یعنی تشتکنا به اویاجی درس اکیاج حیاتا پیغمبر ان فهمتکن علیه الصلاة والسلام یعنی غیرتا هانه برا جمزارو که مرجیه به یعنی رابط تشتکی بکه برا خباتا کی بکه یعنی مثلا پر حتا کو دیو بابا کی زارو که خراب بیشن والله وی مه وظیفات اوت وی کاری هانه کید مال دا یا تشتکی امی او قاسش برا بدن ویاج حق کارته حق زحمتته برا هنه کی نوی غیرتا هانه داین و ساندر فروتان و کار و خباته به او پیغمبر شوانیت کن اویاجی درس اکام مازنه کو شوانی تشتکی پر مازنه یعنی تهینی رحمت دبی دلیت اب حیوانات شوته اوی کو دلی بحیوانات بشوته گره به انسان بشوته شوانتی چیه تبی بر حیوان برسی نمیلن آوید دیوان گروان نخو لوان خودی درته و نفساتش مازنه به مشوانی کریه یعنی گاوا کو مثلا تشدبن آن ادبی کره مسئول اوج مسئول کره سروک اوج سروکن نه والا پیغمبر خدا نبیم کره پیغمبرانه دوی ام شوان بونه خلق دهات جن پیغمبر دو ترسیان دو جا پیغمبر چه بکه پیغمبر گو نترسن اشوان بوملو مشوانی کریه یعنی مشوانی کریه وقاش من نترسن يعني نترسن تشتكي وناخم از اوقا متواضع انسان اكي نفس بتشوكم طبعا ان يكون الانسان راعيا يعلمه على التواضع وعلى الرحمه وعلى حسن الاداره والسياسه الذي يرحم حيوانا لا كلام له لا يستطيع أن يبين حاله فهو بطريق أولى سيحافظ على سلامة البشر ويرحمهم ويدير أمرهم نحن نقول السياسة الإنسانية سيديرهم أكثر فالرسول صلى الله عليه وسلم أدبه الله عز وجل ورباه على أن يكون رحيما بحيوانات لا كلام لهم لا يستطيع أن يشكو من حالهم حتى إذا أصبح مسؤولا عن أناس يستطيع أن يعبروا عن حالهم يرحم الذي لا يستطيع أن يعبر حتى إذا أصبح مسؤولا عن الذي يعبر يفهم حاله أكثر فأكثر وكذلك أمر آخر قام به الرسول صلى الله عليه وسلم عمره أصبح حوالي 12 سنة أراد عمه أن يذهب إلى الشام للتجارة فقال الرسول سآتي معك وهو قد طريق طويل ولكن رأى بأن الرسول يحزن كثيرا لا يستطيع أن يفارق عمه فعمه اصطحبه معه
ولكن حصل شيء غير طبيعي وهم في مكان قريب من الشام، بأن التقى بهم راهب ورأى بأن هذا الطفل غير طبيعي، يراقبوهم ظل غمام ويستظله فقط، وتأكد بأنه النبي الذي سيأتي، فقال لعمه: من أبو هذا؟ قال: أنا. قال: لست أباه، المفروض يكون أبو هذا الولد ميت، يكون ميت هكذا، فلا أنا أبوه. قال: لا تحاول أن تقنعني، لا أبا لهذا الولد، فأبوه المفروض يكون قد مات. فيقول: أنا عمه. فيقول: أنصحك بأن تأخذ الولد إلى البيت، إلى مكانك. اليهود وأهل الحسد من أهل الكتاب يبحثون عن هذا الولد حتى يقتلوه، فخذ به، اذهب إلى أن يأتي يوم الذي يظهره الله عز وجل. وهذا كذلك حصل في هذا السفر مع الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قول شفاني پیغمبر شفاني كر، شفاني دل مروا رحمت خي كم مروا دبا إنسان كي خودي شفقت يكي كو رحمه الحيوان بزمان بك ده رحمه كازدل إنسان بزمان جد که يعني پیغمبر شوكي خدا رحمه الحيوان كر وقت یک بو پیغمبر مازن یو وقتانه گهداری انسانات که او سر خیبوان را بشینه. لو را حیوان کی کت رحمه لیکی حیوان نزانه بده استی بومه، نزانه بده برشی بومه، لت رحمه لیت کی ایوی وقتی کتبو شوان انسانات ده رحمه که مازن لوان کی. تشتکی دی جهاد سر پیغمبر عمری 12 سال بو. آپی یگو از هرم شامل تجارتی. گولا ایش خازم تراورم برای تجارت وقتی بده حسبات دوارات چون به دوام بشن حشتر. پیغمبر گو ایش خازم تراورم یا گو برارزی من ری دوره تو زحمته گو تماشا کر پیغمبر گلک دلیت شوته بعد خازم تراورم. خودش واکینو کر و اینکه حکمت ده هبون کابنه چنه هم نزانن. آپی تحمل نکن هرت پیغمبر گلک محزون بو. ویش ندخواست پیغمبر محزون بگود هایدم هفره هرم. بخورا بره چون جایی که نیزه شامه لوان درا راهب وزانش نه راهب ام بکردیا خود بیشن کشه پاپاس وان ظلام ام بیشن ماموستای دین مسیحیه لوی دیره کوان هبو دیره دا او رو خوارنه که چیکر و بانک برابی کاروان عربا براور نام بخون وانا ته نه پیغمبر دیگه لوان ته اویا سبب کو بانوانت که دبی از هاتم دریدا مردید دارا وقت متهات دارا خو خوارد کر دار و عوره کیل هر دم سردار و سره وهبو اوانا کتاب مداد بیجن اوانا آنجاقش پیغمبره که را استی خو خوار بکن بلکه تورات و انجیل دوانا نایل نفساندن کتاب وان چواک پیغمبر ما علیه صلاة و سلام حدیثی وی هنه محقق پیغمبر برج حدیثی وان همونه هناك تشهاتنا نفساندن لو ما دبجن كتاب اهل كتابه كتاب وانه بره دبيت كتاب مدى يعني وقع عند بجن ام مثلا جانا امام خبردن دبيت كتاب ما اسلام دعواتنا يعني حديث پیغمبر تبت قران داتنا دبيت كتاب مدى دبجن وانا اسطي خوش پیغمبر اخر زمان را خوار بكن دبي ابي الله كيه ابو طالب دبي اسبابي ما دبيت شنالي كي دبي ابي الله تننه والله ابن دبي باب بيا غرتنا بانا كتير دم بابي بيا قرأتنا أبيا بابي قرأ مريبة حلال مناك جراس بيا أبيا تشيته دبي از مامي ما بابي مريا دبي أبيا يبقى ظلامة كي مازن پیغمبر خدا آخر زمان أبا ويزو بزفري نهر مالي نشا شامي يهودي او أبي هوالي وان دوفيات قانو كبوكجن تورا علامات وان هنا تزانو وقت عندك ما يدرك فبقى دركات ها درته لدويت قانو كبوكجن تيبه ورد اوید ادوی قداری هم که اشتراط بجن می ببی بگشن ویال دود کردن یعنی خوازن بگشن علامت پیغمبری ده هنه یعنی عوره که سر سکنه سی جرا چید که دار جرا اصلی خو خارد کن دنوا پشت اوید مهره کی هه مهره پیغمبری ختمه کی شانه کی بکردی ام بین وار حاصله کلام ابو طالب یتزوری نه هیدی ابیای دوی سفر آنه ده هاتیه سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم. أمر آخر الرسول كان محفوظا من قبل الله عز وجل وهو صغير بأن يأتي بشيء يخالف الأدب. نحن نقول الفواحش ما هو محرم في الشريعة الإسلامية لم يقم به الرسول وهو صغير. فهو يقول أنا مرتين في حياتي وأنا صغير اهتممت بأمر وهو أظهر كان في مكة هناك احتفالات وبيوت دعارة أو رقص أو حفلات هكذا. يقول مرتين وأنا صغير قلت وهو يرعى الغنم لأحد الأصدقاء احفظ غنمي أذهب أحب أن أذهب مثل ما يذهب الشباب
فيقول قد كنت أذهب وأقترب من هذا المكان أسمع صوتهم جيدا فيأتيني النوم فأنام في الطريق ولا أفيق إلا بعد ارتفاع الشمس. مرتين فقط يقول، وبعد ذلك لم يقول قد فهمت بأني محفوظ من هذا الشيء، فلم مرة أخرى لم يأتي على بالي. هذا كذلك ما هو مذكور بأن الرسول محفوظ وهو صغير أن يقترب ما هو فيه خلل وفيه قلة المروءة أو لا يقبله الشرع. كذلك نعلم هذا في حق الرسول صلى الله عليه وسلم. تشتكي دي تسهاتي سري پیغمبر دبي يعني پیغمبر خودي جبچوكي داش خرابيات نپاراستن خرابي نتكرن دفردا دتش پیغمبر دبيجا از بچوك بوم دجارا مجي گو اجي وكا گينجا تشتكي بكم گينجي وقتي لما كيد دماكي جانا دعوت هبو صاز هبو طنق هبو چت كرن تشمشتي وساكينو يعني ام بيج يعني وكا انا بيجن كابني بارن كاد تشتي وكا انا يعني شكلي وقت هم صادي ساعت نزان لي وكا انا جي كو بر مناسب نن يعني وكا جي ديسكوتيكا رقص ودعوت وميرو جنو تشتي نباش يعني دبي از بچوك بوم دماكي دا جانا تصا چيدبون من دي جاراج هوالي خوي كشوانه مگوجا ایشب چعبه تلوان حیوانه بجا اجي هرم وان ملت شتكن دبي دي جارا من نيت كر اتشوم نيزيكي وان درات بوم اي كولانه مالي وان بلينه دبي خود هات كات چعبه من اما البيت كتم خو انتشوم اتشوم نيزيكي لوي خو مدهاد اتكتم خاري از رات زام داويه متماشات كر دنيا گرم بيه روج دركاتيه از بگرم روجش يارد بوم دي جارا من نيت كر وكي دي بهدي او نيت اني عقلم دركات مفهم كر كو إذن متن از تشتكي وساكنه بكم يعني أفياجي كو پیغمبر ما خدای عز وجل بچوکیه دا یشتشتا پاراستیه بلکه زاروکی ما انا تشتي وساكنه يعني بكن امنا بجن خدای وان پاراستیه ولی پیغمبر بلاک پیغمبر بوش بچوکی دا خدای ندید بي تشتي هانه بكه. أمر آخر نحن كذلك نأخذ منه العبرة والدرس. نحن نقول مشاركة الرسول مع أعمامه في حرب الفجار. حرب الفجار، الفجار يأتي من الفجر من الفسق والفجور. حرب حصل بين قريش وكنانة من جهة قبيلتين عربيتين قريش وكنانة، ومن جهة أخرى هوازن قبيلة كبيرة جدا حصل بينهم حرب كبير، وانتقل الحرب إلى داخل مكة. والمكة كما نعلم حرم من قبل الإسلام. العرب كانوا يعلمون بأن الحرمات في داخل الكعبة أو حرم لا بد أن يحترم، ففي هذا الحرب لم يحترم هذا، حصل فسق كثير في داخل الحرم، لذلك سموه قالوا حرب الفجار، يعني لم يراعى فيها حرمات الكعبة. فالرسول شارك مع أعمامه وعمره كتب التاريخ يقول 15 16 17 يعني غير متأكدين، ولكن حوالي هذه السنوات كان يساعدهم، يعطي السهم لأعمامه، يجمع السهام ويعطي لأعمامه حتى يرمون. ما نفهمه بأنه كان شجاعا، وكذلك كان يشارك قومه في مثل هذه الأمور. أما اليوم فنرى شبابنا خائفين، أمانا انتبه لا يقترب من هذا، لا يقول حتى لا يرى الدم، ولد لا يرى الدم فكيف سيكون رجلا؟ ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صغير غيرته لم يقبل أن يجلس في المنزل وأعمامه يقاتلون إن حقا أو باطلا، هذا شيء فطري المفروض يكون لدى الإنسان. فالرسول شارك أعمامه في أمور الحربية كذلك. فعلينا أن نعلم أولادنا مثل هذه الأمور، لا نقول الحرب، ولكن أن يفهموا الحياة دائما ليس الحفل والزفاف، هناك حرب وهناك قتال وهناك جوع وهناك شبع، علينا أن نعلمهم. تشتكي دني هاد سري پیغمبر صلى الله عليه وسلم درسك مازن تداش مراه ایرو که امجی پرش بیا دور کتنه. عمره پیغمبر کتاب دبیجن 14 15 16 17 يعني عمره که وادا بود. حرب کم مازن چه بود؟ نابر قبیله عربا دا قریشی و کنانه دحب قبیله نبودن حوالی هف قبیله کادن جنابی هوازن بود. شرکی پر مازن کرن او شرهانه کت ناوا مکیجی جبر داد ناوا عربا دا کعبه پیروزه دناوا کعبه دا جامعه دا دوان داره دا دست خنادن قاتل باوی وانجی هبه دست خنادن که، ولكن دوی حربانه دا وی حرمت نیشتن دناوا کعبه دا انسانا کشتن. لو ما جرى قوتن حربا فجار يعني آوا فسقه كامازن حربا وقت دا پر خرابيات کرنه، يعني حرمت قانون ديني وقانون عرفي وقانون
كلترا قانون ناد قوداري كرن مثلا تشاركي تكي ميرا دوجن ولكن شاركي تشيبه تهري جنكي بوكجي تهري زاروكي بوكجي افيا شاركي باخلاقيه يعني دوی شرع هانه دا پیغمبر چت کرد گلو جماعته عمری 15 16 17 او جيب ابي خرا چوبو شر تيرو كمان زانچ نتيرك او جاق تير من انا فشك انت بيجه دبي فشكا توب تكر بردا ابي خود وانا شر بكن يعني جويام چه فهمتكن پیغمبر ترسونك نبو ميربو غیرت ای قبول نکرد کد مال دارونه و آپی چن شر دکن آپی هات کشتن یکیت نهات کشتن نه ازش هرم آلیکاری آپی خوب کن اویاش دردکی منه ازش هرم یعنی ایرو ظاهرو که ما محل سرت هینکی تشتی استاکنه به خمه نهای وانش دنیای تنه جارا نور سر مریش که کشه کن ظاهرو که آنا یعنی پیوست گرت زان بی حیات هردم بکردید بینه گلو گلستان نه گلستان بخچه گلای آنه حياة هردم قلو قلستان نه جارنا دار و دارستان اجي جارنا حيوان و حيوانستان اجي جارنا وحشيت ده هي جارنا تظلام بي يعني اي مع الاسف يروجي النسل ما بيترس جمريش كات ترسل مشكا كي دين الدنيا خرات كمشكا حياتنا افا پیغمبر انسان کی وانه بو گره اوش درس کی به مروان تشتاتر بزان به يعني افياجي كيماني كما مع الاسف ابتشتياني امناكين. أمر آخر حصل للرسول صلى الله عليه وسلم هناك حلف معناه التعاون اتفاق بعدما حصل حرب الفجار حصل أمر آخر أتى رجل غريب ورفع صوته بجنب الكعبة وقال يا أهل مكة أين أنتم هناك من يظلم هناك من يغتصب حقه ولماذا لا تتكلمون وأنتم بجوار بيت الله عز وجل فقالوا ماذا حصل قال الرجل الفلاني أخذ مالي ولا يعطيني تاجرته ولا يعطيني حقي فحصل اتفاق بين قادة أهل مكة العقلاء قالوا نعمل اجتماع عملوا اجتماع وقالوا نعمل اتفاق وفي هذا الاتفاق خرجوا بهذا القرار لن نقبل مظلوما في مكة لو أتى أحد وقال أنا أشتكي من رجل الفلاني أكل مالي اغتصب حقي سنحاربه إذا يحتاج الأمر لا نقبل أن يكون بيننا مظلوم سنعين من أتى فسنعينه ما حصل الرسول اجتمع هذا المكان اجتمع معهم وهو شاب وهو لم ينسى هذا ولذلك يقول لو دعيت بها في الإسلام لأجبت يقول حصل اجتماع مهم جدا وأخذوا قرارا وبعدما أصبح الرسول نبيا فيقول لو دعيت بها أي في هذا الاتفاق الذي حصل لو دعوني إلى هذا المبدأ وأنا نبي كذلك سأقبل هذا. شيء مهم نفهم بأن الرسول كان يهتم بأمور قومه ليس مثل الشباب اليوم غافل لا يدري لا عن السياسة ولا عن الاقتصاد ولا عن الأمور الاجتماعية لا الرسول كان يقظا ويفهم ويشارك قومه ويهتم بما يحصل عمره 15 16 أو 17 لأن هذا حلف الفضول حصل بعد حرب الفجار بقليل فنفهم بأنه كان يقظانا ويهتم بأمور قومه. أما اليوم فعلى الشباب السلام لا يخرجون من الهاتف تشتكيتي هات سري پیغمبر صلى الله عليه وسلم اوج درسا كفر مازن تيدا هيا پشتي في حربهانه لما كده كومبونكي چبو كومبون يعني توپلانتي کا مازن قرار كيدان قرار هانه چبو روك يكي خريب تي مكيل شنا كعبه دنگي خبلند كت قيرين باي ملت مكه والكنه از بندستم فلان كاس حقي من خواريه وچما دنگي خناكن ونچما اليكاريا انسان ظالم تكن وی گوتن دبیجه عرب زانا خبر داده عربا تشتی خوش خبر داده يعني او کنو دامارا انسان اد خستن والا چند حب غیرت وان دگره دبی چه بیه دبی فلان کس او قصاله پریم خواری تجارت هم نادمه انا اتمجی دبی هر تکی ام نادنته دبی تمام اوانا توپ دبن دمال شخص کی دا ناوی عبدالله کوره جدعانه ناوی دار ندوه بود دار توپونه ندوه توپلانتی يعني کومبون جوات بونه تدا قراره کی ددن ناویش داتنه حلف الفضول ناوی انت فاضل بی فضل بی يعني ناوی فضل بونه ابي توانه مازنتنه دبیجن دوی قراره هانه دا ایرو بشوندا دمکه دا یکی بندست هبه یجی ملت مکه ظلمه یکی بکنم قبولناک بزوره بجمع هانا جای بستینن او قراره هانه ددن پیغمبر دبی از حاضر مچوبو ناوی تو جوینه هانه عمریج 17 18 ها مازن نه
اویا اوساد عقل پیغمبر دا جی کی گرتی قراره کی خوش پشتی که پیغمبری خدا جرات چینه دبیجه اگر که ایرو قراره کی اوساکن و تکلیفه کی جمرا ور از تیسا قبول بکن او قصه تشتکی مهم بیه پشتی که دا پیغمبر جی دبی اگر ایرو جی قراره کی اوساکن و تکلیفه کی جمرا ور بجه ای محمد پیغمبری خدای ور وی تشتانه قبول کی باز ایروج قبول کن او قصه مهمه که تو آلیکاریا بندست اب کی ایجا جبیا زیترم چه فهمت کن پیغمبر او عمره هجا بچوک هجی شعبی وکری بون گوهی وکری عقلی تخبتی درد ملت جرا درد بو وقت زاروک می آنا نزاروکی آنا های وانش دنیایتنه ش تلفون در ناکفن تک 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 تلفون پیغمبر عمری انا 17 سال زاروکی آنا بجن زاروک بهنا شیرج دوی وانته مهاد بجن اما پیغمبر دوی عمره بچوک دای شعبی وکر گهداریت کر یعنی درد ملت جرا درده سیاست فهمت کر اکونومی فهمت کر تجارت و حربه فهمت کر ایرو افجی عیبا کم مزند ناوا گنج بسلمان دا های وانش دنیایتنه خودانه افجی عیبا کم لازمم شعبی خوکن اینکی تشتاب را گنج ما بزان منه ولا بش مرا لازمه یعنی از کینگا شعبی خوکم از کینگا فهم سیاست اقتصاد عسکری مسئله آبوری اکونومی از ایوان تشتانه فهم بکم تشته بخیر چنه چه دورم چه بیانه وزانه مثلا مطبخ چیه مطبخ جی خواردنه یاد مطبخ دا چه خواردن تیجه از بزان بمیانه معلسف ایماتنم چون برداری سکنان دینه چه دلما میدخون یا تماشا کت مطبخ دا چه خوارن هه چه تکن کباب چه کنه مریشکا چوا چه تکن تماشا کنی که سیاست دنیای کار و خبات دنیای نه سیاست ابتنه شر دبن مسئله اخلاقی دبن مسئله شیطانی دبن مسئله رحمانی دبن پلان و پروژه عالمی چه نزانه بربانتشتیانه افجل جمتنا هيبيدارون كوانا تب خدت عقل ما ان شاء الله نرجو الله عز وجل ان يرزقنا فهم سنة وسيرة رسول صلى الله عليه وسلم وان يرزقنا تطبيقه والعمل به والدعوة اليه حفظنا الله واياكم من شر نفسنا والا يكلنا الى انفسنا طرفة عين ابقوا في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.